أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قراءات مع إبراهيم العلوش. حلقة اليوم سنترافق فيها مع رواية تغريبة القافر للروائي زهران القاسمي. يوم الأحد 21 أيار عام 2023 أعلن عن فوز رواية تغريبة القافر بجائزة البوكر للرواية العربية بعد سلسلة من التصفيات مع القائمة الطويلة 16 رواية من 124، والقائمة القصيرة 6 روايات. بعدها خرج القاسمي إلى وسائل الإعلام فائزا، وظهر بزيه العماني الذي يتماشى مع طريقة كتابة روايته، وفي إصراره على استعمال حشد من الكلمات العامية العمانية. عرفنا عمان سابقا بامتداداتها البحرية التي وصلت إلى جنوب أفريقيا، وبثورة الظفار الشهيرة في الستينات التي ساهمت بتحرير المرأة وتحرير العبيد، وكتب عنها صنع الله إبراهيم روايته الشهيرة وردة. وعرفناها بنفوذها كوسيط دولي في حل نزاعات الدول العربية وإيران، وعرفناها أيضا بمجلة نزوة التي يرأس تحريرها الشاعر العماني سيف الرحبي، والتي شكلت جزءا من المشهد الأدبي العربي في العقود الماضية. وكذلك عرفناها عندما أطلت علينا الكاتبة العمانية جوخ الحارثي بروايتها سيدات القمر التي نالت جائزة البوكر البريطانية عام 2010، وهي أول رواية مكتوبة باللغة العربية تفوز بهذه الجائزة. تبدأ رواية تغريبة القافر لزهران القاسمي بغرق مريم بنت حمد ود غانم إثر صداع أصابها، ولا دواء له إلا الماء، فتذهب إلى بئر مجاور تغمر جسدها في حوضه ليخفف عنها الصداع، ويمر طبيب شعبي يعطيها دواء يخفف من الألم، ولكنه يتصاعد بعد أن انتهى الدواء، مما دفعها للسقوط في البئر أملا في الشفاء أو تخفيف الصداع. ولكنها انتهت إلى نبات أبو عيون الذي أوعز بالإعلان عن غريق في البئر. تبين لأهل القرية إنها هي مريم بنت حمد ود غانم. ووسط المفاجأة والحزن تنتبه كاذية بنت غانم إلى أن المرأة الغريقة حامل، والجنين ما يزال حيا في بطنها، فيوعز رجل الدين حامد بن علي بالحكم عليه بالإعدام، ولكن كاذية تتناول خنجرا وتخرج الجنين من بطن أمه حيا. إنه سالم بن عبد الله الذي ترضعه آسيا بنت محمد، المرأة المنكوبة بوفيات أطفالها بشكل غامض وبهروب زوجها إبراهيم بن المهدي إلى المجهول. يكبر الطفل سالم الذي يتميز بحبه للماء وسماع خريره، ولو كان في جوف الصخر أو في باطن الجبل. وبدأ سالم مسيرته في مهنة القافر مذ كان طفلا باستكشاف الماء، وبدأ بإنقاذ قريته من الجفاف عندما استدل إلى صوت الماء، وظل يحفر مع والده حتى انفجر النبع وحول القرية إلى جنة وارفة يعبرها الماء بسخاء. بكت النساء من الفرح، وساد الهرج البلاد، والناس يخرجون كل ما في بيوتهم من أسمال وأغطية ومفارش، ينفضون ما فيها من قمل ويلقون بها في الماء، ويغتسلونهم أيضا، فيدخل الماء في مسامات جلودهم
المتشققة فيتوجعون. خرج الفلج وتدفقت مياهه، واستصلح أهل القرية مزارعهم ثانية، آملين أن تعود الحياة إليهم كما كانت من قبل. ويتحول مع والده للعمل في القرى البعيدة من أجل استكشاف الماء، ولكن والده عبد الله يموت في انهيار نفق عليه، وهم يستدلون إلى الماء، فيلحق بزوجته مريم التي أخذها الماء قبله. يحب سالم نصرة بنت رمضان وتحبه هي أيضا، حتى إنها تنتظره طويلا عندما تنتشر الإشاعات عن موته، وهو يستكشف الماء في إحدى القرى النائية، وترفض الزواج من رجل آخر. سوف تنتظره، كل شيء سيبقى على حاله، وملابسه التي تبخرها بالصمغ واللبان كل يوم سوف تنتظره حتى يقف عند عتبة ذلك الباب، وسوف تبني في داخلها كما تعودت جدارا كبيرا من كلام العتاب، وتتركه ثابتا ساكنا حتى تحين الساعة التي يعود فيها. وهنا تحضر ملحمة الأوديسة اليونانية التي يوظفها الكاتب بشكل جميل لتصوير معارضة نصرة للخطاب الذين يقترحهم أهلها عليها، وتنشغل عنهم بغزل الصوف بانتظار زوجها وحبيبها الذي تحلم بعودته إليها، بينما يكون هو قد علق في نفق مظلم، وكان يجاهد من أجل الخروج لأنه يحب الحياة ويحب نصرة، ويستخدم كل قواه من أجل الخروج من فتحة نفق ضيقة يعالجها طويلا. تتالت الضربات، وتحول جسده كله إلى يدين لا هم لهما إلا ضرب ذلك الجبل الجاثم أمامه، كأنه يضرب كل ما عاشه مذ كان طفلا، يهوي بالمطرقة على سجنه، على غيابه، على اليأس من مغادرة تلك العتمة، على شوقه الجارف إلى زوجته، على الهدير الذي يصم أذنيه ويمنعه من سماع أي شيء سواه، على العزلة التي تمتد وتمتد، وعلى الفكرة التي لا يرغب في مواجهتها. لم يكن يعلم أن جسد الصخرة يتداعى أمامه، كان غائبا في غضبه، متحدا مع مطرقته في هدم كل الجدران التي واجهته، وهو الوحيد الغائب، السجين، الموجوع، الجائع، العطش. وهكذا يخرج إلى الحياة من جديد، وينتصر حب نصرة، وينتصر حبه للماء الذي يتحول إلى فرح وعودة دائمة إلى الحياة. توجد حكايات جانبية كثيرة في الرواية، مثل حكاية سليمان ودعامور الوعري الذي يحب كاذية بنت غانم، حيث يبقى حبهما دون تقارب، ويظلان بعيدين عن بعضهما رغم كل ما يجمعهما من مشاعر نبيلة. وحكاية آسيا مع زوجها إبراهيم بن المهدي الذي فر من قريته وصار يمتهن زرع الحدائق، ورغم تنكره لزوجته فإنها تهب إليه عندما يمرض في بلدة بعيدة، وتعيده إلى حضنها وحنانها الذي لم يكتشفه فيها من قبل. ولكن حكايتهما في الرواية تنقطع بشكل مفاجئ. وكذلك حكايات والده عبد الله ووصيته الثورية وهو محاصر تحت الركام، والتي كانت مقحمة في الرواية رغم أنها تذكرنا بثورة ظفار، ولكن المقطع يحتاج إلى توسع
ليصل إلى العمق الذي وصلت إليه الرواية في استقصاء الماء. ندعوكم لقراءة الرواية التي تتسم بالجاذبية والتشويق وعمق الأفكار والإبحار في الواقع وفي التاريخ وفي الأسطورة، حتى تصل إلى حكاية النبي سليمان. يعرف الحكاية القديمة التي يعزو الناس فيها حفر الأفلاج إلى النبي سليمان، ومفادها أنه مر بعمان وهو على بساط الريح وقد أصابه شيء من العطش، فقرر الهبوط إليها ليشرب، ولكنه وجد البلاد قاحلة جافة، فأمر جنوده من الجن بحفر الأفلاج في كل مكان، فحفروا في الصحاري والوديان وشقوا الصخور والجبال وأجروا المياه في قنواتها، حتى قيل إنهم حفروا أكثر من 1000 فلك في ليلة واحدة. لم تكن الرواية مجرد استعراض للتراث العماني، ولم تكتفي باستحضار الماضي، وإنما عالجته وأضفت عليه أبعادا عميقة تفاجئ القارئ الذي اعتاد مع الكثير من الكتاب الاكتفاء بإعادة حكايات وأساطير شعبية، بل إنها ارتقت إلى مستويات فنية تستحق أن توضع في الصدارة التي أحرزتها بالفوز بجائزة الرواية العربية. رواية تغريبة القافر صدرت عن دار مسكلياتي للنشر، وقد صدرت طبعتها 6 مع فوزها بجائزة الرواية العربية البوكر. نرجو أن تكون قد أعجبتكم حلقة اليوم من قراءات مع إبراهيم العلوش. ننتظر مشاركاتكم ورسائلكم ودعوات أصدقائكم ومقترحاتكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من قراءات مع إبراهيم العلوش.